السلام عليكم واهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة هقدم بلوزة سهلة جدا، تصميم شتوي بس بخيوط قطن. فهنشتغل بغرزة تعتبر مضمومة شوية، وكمان هنخلي الشغل يبقى اتقل من المعتاد، فهتبقى مناسبة جدا لفترة بين الفصول. وهوضح برضو عدد السلاسل ومقاس الابرة لو حابة تنفذيها بخيوط صوف. انا صممتها بطريقة الكولة المربعة من اعلى لاسفل، يعني البلوزة كلها قطعة واحدة في منتهى السهولة، مفيش خياطة ولا وصلات. والمقاس اللي هنشوفه في الفيديو مقاسي انا لارج، وطبعا تقدروا تنفذوها باي مقاس ولاي سن. زي ما وضحت تقدري تستخدمي خيوط صوف متوسطة السمك، بس انا هستخدم خيوط قطن الفجر، واخترت لون خريفي ما بين الماسترد الغامق والهافان، وهحدد لكم مكانه في الصور عشان لو حابين تطلبوا نفس اللون. هستخدم معاه ابرة كروشيه 2.5 ملي، لانه زي ما وضحت عاوزين نخلي الشغل يبقى اتقل، وزي ما دايما بقول لكم مقاس الابرة بيفرق جدا. كل ما بنصغر في مقاس الابرة الشغل بيبقى اتقل ويدفي اكتر، حتى مع الخيوط القطن والعكس صحيح. كمية الخيط لعمل بلوزة بمقاس لارج هنحتاج 10 بكرات من قطن الفجر. البكرة الواحدة بتبقى 50 جرام، يعني الكمية بتساوي 500 جرام من الخيط. خيوط قطن شركة الفجر ده أول إنتاج خيوط قطن خاص بينا، وقدمت عنه فيديو ريفيو كامل وهسيب لكم اللينك في أول تعليق. وزن الشلة 50 جرام، عدد الامتار 180 متر. نبدأ شغلنا بعمل سلسلة من مضاعفات رقم 6، وأهم حاجة السلسلة دي لما تعدي من منطقة الرأس بسهولة، وكمان تبقى واسعة شوية بحيث ان هي تبقى واصلة تقريبا لمنتصف الأكتاف. أنا بالنسبة لسمك الخيط ومقاس الإبرة اللي أنا بشتغل بيهم هبدأ بعمل 132 سلسلة مضاعفات رقم 6. اهم حاجه كمان واحنا بنشتغل السلسله تبقى ايدينا مرتاحه بشكل معقول، يعني بلاش مثلا ان احنا نشتغل بالطريقه دي كده اللي هو نشد السلسله قوي كده، لا، نحاول السلسله تبقى مرتاحه شويه. فهنشتغل بالطريقه دي كده، يعني نحاول نرتفع كده بالحلقه لفوق شويه عشان تبقى السلسله مرتاحه بشكل معقول. نقفل السلسلة بمنزلقة، وطبعا أهم حاجة تبقى السلسلة مستوية قدامنا. حرف الفي لازم يبقى مستوي قدامنا، بنفردها كده لحد ما نوصل عند أول سلسلة بدأنا بيها. بنمر من الحلقة الأمامية، نسحب الخيط منزلقة. هنبدأ نأسس راوند من غرزة النص عمود، ملوش أي علاقة بشغلنا، بس مجرد راوند للتأسيس. فبنرتفع بسلسلة واحدة، وداخل نفس السلسلة بشتغل أول نص عمود، وأروح على طول على السلسلة اللي بعدها واشتغل عمود التاني واكمل. والمفروض طبعا في نهاية الراوند بيبقى عندي 132 نص عمود. في نهاية الراوند طبعا بعد طول ما انا بشتغل واتأكدت ان العدد صحيح، بتجاه لغرزة المزلقة وارتفاع السلسلة، وبروح على طول على اول نص عمود بدأت بيها، بمر اسفل الحلقتين منزلقة. خلاص بقى ننسى الراوند ده، وهنبدأ راوند رقم 1 من الغرزة. نرتفع بخمس سلاسل، 1 2 3 سلاسل بيشكلوا عندي غرزة عمود، و4 و5 دول 2 سلسلة لحرف الفي. في نفس الغرزة بشتغل كمان غرزة عمود. انا كده شكلت حرف في عمود، 2 سلسلة عمود في بداية الراوند. افوت 1 2 التالتة داخل نفس الغرزة بشتغل حرف في عمود، 2 سلسلة داخل نفس الغرزة كمان عمود. بس كده هفضل اكرر، افوت 2 1 2 التالتة داخل نفس الغرزة بشتغل عمود، 2 سلسلة كمان عمود داخل نفس الغرزة.
في نهاية الراوند بعد حرف ال V الأخير لازم هيتفضل عندنا آخر غرزتين في نهاية الراوند، فبنفوتهم وبنقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة من أول 5 سلاسل بدأت بيهم. نعد حروف ال V اللي اتشكلت عندنا، وأهم حاجة نركز على حرف ال V نفسه، مش على الفراغات اللي هي ما بين كل V والتانية، لا احنا عاوزين نركز على رقم 7 أو حرف ال V نفسه. فهنعد من هنا من بداية راوند 2 4 6 8 10 12 وهكذا، وانا هنا اتشكل عندي 44 حرف في. العدد اللي بينتج هنقسمه على 4، يعني انا محتاجة 11 وحدة للكتف الأول، 11 وحدة للجزء الأمامي، 11 للكتف التاني، و11 للجزء الخلفي. نبدأ نحدد زوايا التزايد. ده هنا أول حرف في بداية راوند، فكده 2 4 6 8 10، وفي حرف الفي رقم 11 نخلي بالنا داخل حرف الفي نفسه، بنعلم داخل فراغ حرف الفي مش في الفراغ اللي بعده، فده حرف الفي رقم 11 داخل فراغ حرف الفي نفسه، بعلم ده كده الكتف الأول. بعديه بنقل على أول حرف في بعده على طول 2 4 6 8 10 11، ده الجزء الأمامي أو الخلفي. دي الكتف التاني 2 4 6 8 10 11، الجزء الخلفي أو الأخير 2 4 6 8 10 11، حرف الفي هنا الأخير ده هيبقى رقم 11. أنا كده حددت الأربع زوايا اللي هيبقى فيهم التزايد. نبدأ راوند رقم 2. همر بالإبرة داخل فراغ الفي عشان أوصل للسنتر، ارتفع ب3 1 2 3، ده أول عمود، وداخل نفس فراغ الفي هشتغل كمان 2 عمود، فده العمود التاني والتالت. ألف في الخيط أروح على طول على فراغ الفي اللي بعده، نخلي بالنا ملناش دعوة بالفراغات دي، تركيزنا بس على فراغ الفي، وداخل الفراغ 3 عواميد 1 2 3، مفيش عندي فواصل سلاسل ولا أي حاجة خالص. في كل فراغ في بشتغل 3 عواميد لحد ما بوصل لأول زاوية. وصلت للزاوية أو الفي اللي فيها العلامة، داخل الزاوية هشتغل 3 عواميد 2 سلسلة، 3 عواميد بس هوزعهم زي ما هنشوف دلوقتي. فأول عمود من التلاتة هيبقى في أول عمود لحرف الفي، نخلي بالنا مش هيبقى داخل الفراغ على طول، لا هيبقى في أسفل حلقتين حرف الفي لأول عمود، فده أول عمود كده 1. العمود رقم 2 و3 بيبقوا داخل الفراغ نفسه، فداخل الفراغ العمود رقم 2 و3. انا كده خلصت اول 3 عواميد. 2 سلسلة 1 2، زي ما في قبلهم 2 عمود داخل الفراغ فلازم بعدهم برضو يبقى في 2 عمود داخل الفراغ، فده العمود رقم 1 و2. زي ما في قبلهم عمود في العمود لحرف الفي، فهنا في العمود الاخير لحرف الفي بشتغل العمود الثالث، فبقى عندي بالشكل ده كده 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد بس متوزعين أول وآخر عمود، متوزعين في أول وآخر عمود لحرف الفي في الراوند اللي قبله. بعد كده بكمل عادي داخل كل حرف في بشتغل 3 عواميد داخل نفس الفراغ، ولما بتقابلني زاوية بشتغل فيها 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد بنفس الطريقة اللي شفناها هنا. وصلت لنهاية الراوند وفاضل عندي الزاوية الأخيرة. وعايزه اوضح انه خلاص انا مش هحتاج علامات الغرز تاني، بس لو انت مبتدئه او بتتلخبطي مهم جدا ترجعي تاني العلامه هنا في فراغ الزاويه.
بنقفل الراوند بمنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة من أول 3 بدأنا بيهم. نبدأ راوند رقم 3 وهيبقى راوند من حروف الفي زي ما بدأنا بالظبط. فهنا بعد المنزلقة في التالتة منزلقة في العمود التاني عشان أوصل للسنتر، ارتفع ب5، 1 2 3 4 5، وداخل نفس الغرزة بشتغل عمود عشان اكمل حرف الفي زي ما بدأنا بالظبط. كل شغلنا بعد كده هيبقى راوند من الفي وراوند من الثلاث عواميد. بعدها على طول بروح على المجموعة اللي بعدها، وفي العمود التاني اللي في السنتر بشكل في عمود 2 سلسلة، عمود داخل نفس الغرزة. بكرر حروف في لحد ما اوصل للزاوية. قربت على الزاوية واخر حاجة عندي في مجموعة الثلاث عواميد، وهنا وصلت للزاوية. مش بشتغل بقى على طول في فراغ الزاوية، لا بقسمها الاول للنص الاول اللي هو مجموعة الثلاث عواميد. اول مجموعة 3 عواميد للزاوية بتعامل معهم عادي زي ما بتعامل مع مجموعات الثلاث عواميد اللي قبلهم. فهنا في عندي 3 1 2 3، فبرضو التاني اللي في السنتر بشتغل فيه في، فبقى شكله كده. بعدين بروح على طول على داخل فراغ الزاوية نفسه، وبما ان انا في راوند حروف الفي فالزوايا هتبقى عندي 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. فهنا على طول داخل فراغ الزاوية نفسه بشتغل عمود، والعمود التاني 2 سلسلة، وداخل نفس الفراغ كمان 2 عمود. بقى عندي كده. هنا في النص التاني للزاوية اللي هو مجموعة الثلاث عواميد اللي فاضلين من الزاوية، النص التاني برضو بتعامل معاهم زي قبل كده، وبشتغل في التاني اللي في السنتر في. نخلي بالنا من التفاصيل الصغيرة دي ونركز في الأجزاء اللي فيها الزوايا، لأن هي دي اللي بتعمل التزايد. فخلاص كده أنا هنا خلاص خلصت الزاوية بالشكل ده كده. بعدين هرجع تاني اكمل شغلي واروح على طول على مجموعة الثلاث عواميد اللي بعدهم، وبشتغل فيه في العمود التاني اللي في السنتر. ولما بتقابلني زاوية بشتغل فيها بنفس الخطوات اللي شفناها. الزاوية الأخيرة في نهاية الراوند نخلي بالنا نقسمهم كده نصين. ده أول نص من الزاوية، أول 3 عواميد داخل فراغ الزاوية نفسه 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. النص التاني والأخير من الزاوية آخر 3 عواميد. وخلاص كده هقفل الراوند بمنزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة. ده كده راوند رقم 3. هنبدأ راوند رقم 4، وكل اللي هنعمله بعد كده انه هنكرر راوند رقم 3 و4، راوند من الفي وراوند من مجموعة الثلاث عواميد. فهتنقل بمنزلقة عشان اوصل للفراغ، 3 سلاسل، كمان 2 عمود داخل الفراغ، واكرر زي ما شفنا قبل كده داخل كل فراغ في بشتغل 3 عواميد لحد ما اوصل للزاوية. وصلت للزاوية، بان انا في الراوند اللي فيه 3 عواميد فهتبقى الزاوية 3 عواميد 2 سلسلة 3 عواميد. بس اول عمود بيبقى في العمود اللي قبل فراغ الزاوية. نخلي بالنا ده هنا فراغ الزاوية، العمود اللي قبل الفراغ على طول بشتغل فيه عمود. ده اول عمود من التلاتة. داخل الفراغ بكمل العمود التاني والعمود التالت داخل الفراغ، 2 سلسلة 1 2، وفي بعدهم 2 عمود داخل الفراغ زي ما في قبلهم. العمود التالت والأخير في العمود اللي بعد الفراغ على طول. فكده وزعت ال3 عواميد، 2 سلسلة 3 عواميد بالشكل اللي شفناه.
بكمل شغلي عادي. اخلي بالي في هنا حرف في على طول بعد الزاوية، فبكمل فيه 3 عواميد. نهاية الراوند فضل عندي الزاوية الأخيرة. نخلي بالنا هنا بعد الزاوية في حرف في، وطبعا كل ما بنزود في الراوندات هنلاقي ان عدد حروف الفي بيزيد، فهنا عندي حرف في بعد الزاوية على طول. وخلاص هقفل الراوند منزلقة في ارتفاع السلسلة التالتة. زي ما وضحت، كل اللي هنعمله بعد كده انه هنفضل نشتغل راوند في، والراوند اللي بعده مجموعة ال3 عواميد، وهكذا، اللي هو راوند رقم 3 و4. ده شكل الشغل عندي. وعشان تعرفي ان انت وصلتي للمقاس الصحيح، بتبدأي ان انت تقيسي على نفسك وتشوفي اذا كان الزوايا بتتقابل مع بعض بشكل مرتاح من اسفل الدراع. طبعا لو حسيتي ان هي لسه ضيقة بتزودي في الراوندات، والعكس صحيح. لو الشخص مش موجود قدامك بتطلبي منه مقاس دوران الدراع، وبتبدأي ان انت تقيسي من الزاوية للزاوية. طيب تعالوا نشوف انا بقى عملت ايه. انا بالنسبه لي مقاس دوران الدراع من اعلى حوالي تقريبا من 40 ل 42 سنتي. فلو قسنا بالشكل ده كده هنا من الزاويه للزاويه، هنلاقي ان المقاس 47 سنتي. يعني انا زودت كمان عن مقاسي حوالي من 5 ل 6 سنتي، لانه حابه اعمل الموديل ان هو يبقى اكبر شويه من مقاسي، عشان كده زودت فيه المقاس. فانت برضو بتتحكمي في الجزء ده، ممكن تعمليه اوسع او اضيق على حسب الوسع اللي انت عاوزاه للبلوزه بشكل عام. فلو انت عايزاها تبقى اوفر سايز شويه، فبتزودي عن مقاسك مثلا حوالي ب5 او 6 سنتي. طيب بالنسبه لعدد الراوندات، لو عدينا من اول هنا من عند الزوايا، من اول راوند في بدأنا بيه، فهنلاقي انه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. انا هنا اشتغلت 19 راوند، واخر راوند عندي اللي هو في. بعد ما الكولا خلاص بتوصل معانا للمقاس المطلوب، هنبدأ نقفل الأكمام. وأنا آخر راوند عندي حرف في، ولازم يبقى في ده هو آخر راوند عندك. والراوند اللي بعديه طبعا هنكمل بنفس التسلسل، هيبقى مجموعة ال3 عواميد. فكل اللي هعمله إنه هبدأ عادي خالص راوند جديد لحد ما اوصل لأول زاوية. وصلت للزاوية، ومش هشتغل بقى زي ما شفنا قبل كده، مش هشتغل بقى زوايا خالص، لا على طول هلف الخيط واروح على فراغ الزاوية نفسه، وداخل فراغ الزاوية بشتغل 3 عواميد بس. 3 عواميد كلهم داخل فراغ الزاوية. بعديهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بتخطى كل الجزء ده وبروح على طول على الزاوية التانية اللي بعدها، فبسحب الشغل قدامي بالشكل ده كده. نخلي بالنا على الوش الصحيح للشغل، محدش يطبق كده، لأ، بنسحب الشغل قدامنا نطبقه قدامنا على الوش الصحيح، وعلى طول بنروح على فراغ الزاوية التانية اللي بعدها. وداخل الفراغ برضو بشتغل 3 عواميد كلهم داخل نفس الفراغ. خلاص قفلت الكم، فبسيب الزاوية وبكمل شغلي عادي. نخلي بالنا مش هنشتغل اي زوايا، عشان في ممكن ناس تتلخبط وتكمل 2 سلسلة 3 عواميد داخل نفس الفراغ. لا خلاص، انا اشتغلت هنا 3 عواميد، بنقل على طول على حرف الفي اللي بعده، واكمل عادي لحد ما اوصل للزاوية التالتة اللي بعدها.
وصلت للزاوية التالتة، اشتغلت داخل فراغ الزاوية 3 عواميد و5 سلاسل، وخلاص هتخطى الجزء ده واروح على طول على الزاوية الرابعة والأخيرة، وداخل فراغ الزاوية بشتغل 3 عواميد. خلاص بسيب الزاوية وبكمل شغلي عادي لغاية نهاية الراوند. بنصح برضو ضروري بعد الخطوة دي وقبل ما تنقلي على الخطوة اللي بعدها لازم ضروري بتقيسي تاني الشغل على نفسك، خاصة لو انت مبتدئة او بتعملي الشغل ده لأول مرة، فبتشوفي برضو اذا كان الاتساع اللي انت عاوزاه هو ده الاتساع المطلوب، ولا شايفة ان هو واسع بزيادة او اضيق شوية. ففي الحالة دي بتفكي الراوندات وتزودي او تنقصي لحد ما توصلي للمقاس المطلوب. انا هنا خلاص هنقل على الخطوة اللي بعدها، ده راوند من مجموعة ال3 عواميد، فهكمل عادي وهبدأ راوند جديد من الفي لحد ما اوصل للجزء اللي فيه السلاسل. قربت على الجزء اللي فيه السلاسل، فعادي هنا في مجموعة ال3 عواميد اللي قبله بشتغل في. هنا في الجزء اللي فيه السلاسل بفوت 2 سلسلة، وفي التالتة اللي في السنتر من ال5 بشتغل في. بعدين خلاص بسيب السلاسل وبروح على طول على مجموعة ال3 عواميد وفي، فبقت كده. بكمل شغلي عادي لحد ما اوصل لمجموعة السلاسل اللي بعدهم، وبرضو بكرر فيهم نفس الخطوات بالظبط. خلاص كده وصلنا الأكمام وقفلنا الكولة وأسسنا راوند من حرف الفي أسفل الدراع. فكده خلاص كل اللي هنعمله انه هنفضل نشتغل في راوندات من الفي مع مجموعة ال3 عواميد، راوندات طبعا بدون اي زوايا خالص. كل اللي هنعمله انه هنشتغل بنفس الخطوات اللي شفناها بس بدون اي زوايا. عاوزة اوضح طريقة التزايد او التوسيع في الغرزة دي في حالة لو انت عاوزة تعملي الشغل بتاعك يبقى نازل على درس او تونيك طويل وعاوزاه نازل على واسع، او عاوزة توسعي شوية من عند دوران الصدر او دوران الحوض، ايا كان السبب. فطريقة التوسيع او التزايد هنا في الراوند اللي فيه ال3 عواميد هتخليهم 5 عواميد بدل 3، وهيفضل ثابت معاكي 5 عواميد بعد كده في كل الراوندات. ولما تبقي في الراوند اللي فيه حرف الفي فهيبقى في العمود الثالث اللي في السنتر من ال5. دي طريقة. الطريقة التانية لو انت عاوزة تحافظي على نفس شكل الغرزة من غير ما تغيري في شكل العواميد فهتزودي في حروف الفي، فكل 2 أو 3 حرف في هتبدأي تزودي. فأنا هنا مثلا اشتغلت 2، هبدأ هنا في الثالث اشتغل عادي، ده أول في، بعديه سلسلة واحدة وداخل نفس الغرزة بشتغل كمان في. يبقى انا كده زودت في الفي، وافضل اكرر بقى كل 2 أو 3 بزود في حروف الفي لحد ما اوصل للوسع المطلوب. وطبعا لما بمر عليهم في الراوند اللي بعديه نخلي بالنا مش بنشتغل هنا في السلسلة، لا بنشتغل في كل حرف في لوحده داخل فراغ كل في بنشتغل 3 عواميد، ده هيوسع معانا الشغل اكتر. في برضو طريقة تانية لو انت عاوزة تزودي بشكل انعم اكتر، برضو في حروف الفي هنا ال3 عواميد اول عمود بنشتغل فيه سلسلة وبنفوت عمود، وفي الثالث والاخير بنشتغل الفي اللي بعدها. بقت عندنا كده. وبعدين بنرجع عادي نكمل زي ما وضحت على حسب بقى الوسع اللي انت عاوزاه، كل 2 أو 3 أو 4 في بتزودي لحد ما توصلي للوسع المطلوب. هبدأ من هنا من أسفل الدراع أوصل الخيط، بس أنا مش هأسس على كل الفراغ ده، لأنه لو أسست على كل الفراغ ده أنا جربت لقيت إنه الكم هيبقى واسع جدا بالنسبة لي. فهنشوف دلوقتي إزاي إن احنا ممكن نضم الجزء ده شوية لو انت حابة تعملي الكم يبقى واسع بس بشكل معقول. من السنتر أسفل الدراع هبدأ أوصل الخيط، ارتفع ب3 سلاسل، 1 2 3.
الراوند ده هيبقى راوند من الثلاث عواميد، لانه الاساس هنا عندنا اللي هو حرف الفي، فلازم طبعا الراوند ده هيبقى اللي هو مجموعة الثلاث عواميد. فده اول عمود داخل نفس الفراغ التاني والتالت. ابدا اروح هنا مثلا في عندي الجزء ده، انا لسه موصلتش قوي لحروف الفي عشان تبقى واضحه، فهنا مثلا عندي في الجزء ده هملاه بثلاث عواميد، وهنا مثلا برضو عندي 3 عواميد، بدأت حروف الفي تظهر واضحة معايا. هنا بقى هبدأ احاول ان انا انقص شوية عشان يعني ما اشتغلش فيه كل حروف الفي، زي ما قلت لكم انا مش عايزاه يبقى واسع قوي. فهبدأ هنا مثلا في اول حرف في هشتغل عمود واحد بس، وبعدين خلاص هسيبه واروح على طول على حرف الفي اللي بعده واشتغل 2 عمود، فهم نفسهم مجموعة الثلاث عواميد بس بشتغلهم على 2 في. اول في بشتغل عمود، والفي التانية بشتغل 2 عمود. وطبعا لما اعدي على الجزء ده برضو بتعامل معاهم عادي على ان هم 3 عواميد، وبشتغل في التاني اللي في السنتر. بكرر بقى كده على حسب ما انا عاوزة الضيق بتاع الجزء ده، او على حسب ما انا عاوزة اقلل حجم الجزء ده شوية. فهنا مثلا في الفي اللي بعدها بشتغل 3 عادي، واللي بعدها بشتغل 3. ببدأ هنا مثلا في الاتنين في اللي بعدها زي ما وضحت، اول في منهم بشتغل عمود واحد بس، وفي الفي التانية بكملهم 2 و3. وزي ما وضحت بقى بكرر نفس الطريقة دي لأي تناقص، حتى لو أثناء شغلك في البلوزة عاوزة تعملي تناقص أو تضيقي أي جزء، دي طريقة التناقص والتضييق في الغرزة دي. فضلت اشتغل تناقص بشكل عشوائي شوية، يعني ما بقتش احسب مثلا ممكن كل 2 في التالتة اعمل تناقص، ممكن في والتانية اللي بعدها ابدأ اعمل تناقص، لحد ما وصلتهم ل 28 مجموعة. ده كده خلاص مقاس مناسب جدا بالنسبة لي، وهقفل بمنزلقة في اول 3 سلاسل بدأت بيهم، وهبدأ عادي الراوند اللي بعده من حروف الفي. هنا بقى نخلي بالنا لما نوصل للأجزاء اللي فيها الثلاث عواميد، شايفين ده كده عندي مجموعة الثلاث عواميد اللي هم اشتغلناهم بطريقة التناقص. فنخلي بالنا كويس جدا وما نغلطش مثلا ونفوت العمود ده أو نشتغل فيه، لا بنخلي بالنا ان دول مجموعة الثلاث عواميد، فلازم بنشتغل هنا في التاني اللي في السنتر. نخلي بالنا كويس جدا من الجزء ده عشان لما نشتغله صح هو ده اللي هيظبط لنا شكل الشغل بعد كده. انا كده خلاص اشتغلت فيه المجموعه التانية اللي في السنتر، فببدا بقى اروح على طول على المجموعه اللي بعدها. فنخلي بالنا واحنا بنأسس راوند الفي اللي بعد التناقص من مجموعه الثلاث عواميد. خلصت الكم بالكامل. لو عديت الراوندات بداية من أول ما وصلت الخيط من هنا، فإجمالي عدد الراوندات 41. آخر راوند عندي اللي هو مجموعة الثلاث عواميد. بداية من راوند رقم 34 من بعد نص الدراع بشوية بدأت ان اشتغل تناقص بنفس الخطوات اللي شفناها. ونخلي بالنا ان التناقص يبقى بالتدريج وما يبقاش ورا بعضه، يعني انا بدأت الاول اشتغلت مجموعتين والتالتة والرابعة تناقص، بعديها راوند في، والراوند اللي بعده كان بدون اي تناقص، راوند مجموعة الثلاث عواميد اللي بعده بدون اي تناقص، بعديه راوند في، وبعديه مجموعة الثلاث عواميد التناقص كان في الرابعة والخامسة، بعديها راوند في، بعديها راوند بدون اي تناقص، وبعدين راوند في، والتناقص الاخير كان في الخامسة والسادسة. دي خطوات التناقص اللي انا اشتغلت بيها. وتقدري طبعا برضو ان انتي تنقصي اكتر من كده او ما تعمليش تناقص خالص. اهم حاجة انه لو عملتي تناقص لازم يكون بالتدريج، ولازم يكون راوند تناقص والراوند اللي بعديه بدون، يعني ما تخليش التناقص كله ورا بعضه، خليه دايما بالتدريج عشان يبقى الشغل نازل بنعومة وتناسق اكتر. اخر حاجة هنهي بيها الشغل ان هشتغل راوندات بسيطة من غرزة البليسيه. فهرتفع باتنين سلسلة، الاتنين سلسلة دول بحسبهم معايا غرزة عمود. بروح على طول على العمود اللي بعده وبشتغل عمود امامي. العمود اللي بعديه ممكن انه اشتغل عمود خلفي، او برضو الاسهل عليكي لو انت مش عايزة تشتغلي عمود خلفي ممكن تشتغلي غرزة عمود عادية. اللي بعديه عمود امامي، اللي بعدها عمود عادي اسفل الحلقتين. هكتفي ب3 راوند من البليسيه وخلاص. قصيت الخيط وهقفل بمنزلقة في ارتفاع السلسلة.
وهنهي الشغل. الخطوة اللي بعدها هنأسس راوند من العواميد على الكولا ونحاول انه نضمها شوية، وبعدها هنشتغل راوندات من البليسي. اوصل الخيط بس مش هوصله بالطريقة دي كده، لا احاول انه اخلي الغرزة تبقى عميقة شوية. فشايفين دي هنا غرزة النص عمود اللي احنا بدأنا بيها، بس طبعا مقلوبة. فشايفين يعني رقم 8 الصغنن اللي قدامنا ده هو ده الغرز. فهبدأ ان انا كده احاول امر داخل الغرزة نفسها، داخل قاعدة النص عمود، ارتفع ب 2 سلسلة، وداخل نفس الغرزة بشتغل اول عمود. زي ما قلت لكم رقم 8 اللي هو المقلوب ده قدامنا، اللي هو نص عمود بس مقلوب، هو ده. نحاول كده انه نمر من خلال الغرز دي بشكل كده عميق عشان نقلل من الفراغات، ونأسس راوند من غرزة العمود. لما بقرب على الأجزاء اللي فيها الزوايا، شايفين ده هنا الجزء ده زاوية، شايفين هنا الجزء ده، فببدأ انه اشتغل تناقص عشان اضم الجزء ده شوية. ببدأ امر من هنا بشتغل عمود ومش بكمله للاخر، بروح على طول على الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود مش بكمله للاخر. انا كده اشتغلت تناقص بغرزة العمود بلفة بالطريقة اللي احنا عارفينها. خلاص بطلع من كل الحلقات، وبعدين برضو الغرزتين اللي بعدهم بشتغل فيهم تناقص. انا ضميت الجزء ده شوية وبعدين برجع اشتغل عادي، وعند كل زاوية برضو بكرر نفس الخطوات. احاول كده انه لما اقرب من الزوايا اشتغل تناقص مرتين. ممكن كمان انه ازود في التناقص، ممكن مثلا برضو كده بشكل عشوائي كل 4 أو 5 غرز اشتغل تناقص. في نهاية الراوند بتجاهل ارتفاع السلاسل، بروح على اول عمود بدأت بيه واسفل الحلقتين اقفل بمنزلقة. هبدأ بقى اشتغل راوندات من البليسيه، فببدأ برضو ب2 سلسلة وبعتبرهم عمود، وبروح على طول على العمود اللي بعديه وبشتغل عمود امامي، واللي بعديه عمود عادي زي ما شفنا في الاسورة. طبعا نخلي بالنا الاجزاء اللي فيها تناقص، فبنتعامل مع العمودين على ان هم غرزة واحدة. شايفين هم حتى ليهم حرف في واحد، فبنتعامل معاهم سواء هنشتغل فيهم عمود او عمود امامي، فبنتعامل معاهم على ان هم غرزة واحدة. عاوزه اقول لكم وانا بقيسها كنت حرانه جدا، رغم ان احنا لسه في نص شهر اكتوبر، بس زي ما قلت لكم نتيجه ان احنا صغرنا في مقاس الابره، وكمان الغرزه دي تعتبر من الغرز الشتوي، تعتبر مضمومه ومقفله نوعا ما. هقول لكم بقى التفاصيل النهائيه بالنسبه للكولا. اجمالي عدد الراوندات 4 راوند من غرزه البليسي. بالنسبه لاجمالي طول البلوزه، فبعد ما قفلنا هنا الجزء العلوي او الكولا اشتغلت بعدها 29 راوند، بعدين نهيتهم ب3 راوند من غرزة البليسيه، طبعا بنفس الخطوات اللي شفناها هنا في الأكمام. إجمالي طول البلوزة من أول الرقبة لحد نهاية الكمر، فإجمالي الطول 50 سنتي. طبعا لو انت عاوزة تعملي نفس المقاس بالظبط بس حابة ان انت تعمليها أطول، فتخلي بالك انه هتحتاجي تزودي كمان 100 جرام من الخيط عن الكمية اللي وضحتها لكل مقاس.